السلام عليكم. اليوم سالفتنا على حسابات الايفون ومشاكلها. تعب نفسك ولا تخسر حساباتك ومعلوماتك ولا تخسر جهازك. هسه اقل جهاز يكلف 1000 إلى 1500 دولار تقريبا. تابع الخطوات وشوف الشرح. هنا ندخل على اعدادات، نروح على تسجيل الدخول، نسوي تسجيل دخول يدويا. هنا طبعا نضيف الاسم، اسم العائلة وتاريخ الميلاد. ننتقل للخطوة الثانية، ليس لديك حساب، الحصول على حساب اي كلود. هنا نضيف الامتداد اللي نريده، نحاول بأكثر من اسم. اكو مرات ايميلات محجوزة بأسامي نفس الأسامي اللي نريدها، فنحاول أكثر من مرة لأن نوصل للاسم اللي نريده نشوفه موجود لو لا. وأخيرا حصلنا على ايميل. هنا بهذا الحقل نكتب كلمة السر ونعيد كتابتها. وبهاي الخطوة راح يطلب من عندنا رقم تليفون، نضيف رقم التليفون وندز الرمز على رسالة نصية أو مكالمة صوتية حسب ما تحبون. هنا بعد ما تجينا الرسالة نكتب الرمز ونكتب متابعة. هنا موافق على هاي الشروط. وأخيرا كملنا إنشاء الحساب. لا تحتاج لا تشتري كارت، لا وقف الحساب، لا ضاع التليفون وحسابك ضايع الكارت مالته. هنا إيميل تاخذه، كتبت كلمة سر، انشأته بيدك، تكتبه بورقة وقلم وتضمه بغرفتك بمكان تندله. هسه حاليا احنا دخلنا حتى ننزل برامج، راح نربط الحساب تمام، تطبيق تنزيل البرامج حتى نقدر ننزل برامج. تابعوا الشرح، وأي سؤال أو استفسار راسلوني، وأحب أسمع من عندكم مقترحات عن الفيديوهات الجاية.